عمرك سألت نفسك هو الكمبيوتر بيفهم الكلام اللي احنا بنكتبه ده ازاي؟ يعني لما بتكتب مثلا لشات جي بي تي او جوجل انا جعان، هل هو بيفهم فعلا انك محتاج تاكل ولا هي مجرد ارقام وخلاص؟ الحقيقة ان الكمبيوتر مش بيفهم الحروف، هو بيفهم ارقام فقط. وعلشان يفهم لغتنا اللي احنا بنستخدمها كبشر، في علم كامل معمول للموضوع ده، هو النيورال لانجوج بروسيسنج او معالجه اللغه الطبيعيه. بص يا سيدي، تخيل ان النيورال لانجوج بروسيسنج ده هو مدرب اللغات بتاع الكمبيوتر. احنا كبشر بنتكلم كلام فيه معاني كتير، لكن الكمبيوتر عامل زي الآلة الحاسبة، ما يعرفش غير 1+1=2. النيورال لانجوج بروسيسنج بقى وظيفته انه ياخد كلامنا ده ويفككه حته حته ويفهمه للكمبيوتر كانه بيشرح لطفل لسه مولود ما يفهمش اي حاجه في اللغه، عشان في الاخر الكمبيوتر يقدر يرد عليك ويترجم لك اللي انت عايزه. بس عشان يحول الكلمه لرقم بيعبر عن معناها بجد، دي كانت المعضله. وهنا جه السحر اللي خلى الاي اي يفهمنا، الوورد تو فيكتور. زمان كان الكمبيوتر بيتعامل مع الكلمات دي كانها لستة او قايمه، كلمه زي تفاحه رقم 1، كلمة موزة رقم 2. بس بالنسبة له هو مفيش أي علاقة بين الكلمات دي، ما بين التفاحة والموزة مثلا، هما مجرد أرقام والسلام. ولو قلت له ملك وملكة مثلا، مش هيعرف إنهم قريبين من بعض مع اختلاف النوع، إن دي أنثى وهو ذكر. وهنا بقى جه الوورد تو فيكتور. الفكرة ببساطة إن إحنا بنحول كل كلمة لنقطة في فراغ واسع بنسميه فيكتور، والكلمات اللي ليها معنى قريب من بعض بنخلي النقط بتاعها قريبة من بعض. يعني لو كلمة ملك موجودة في نقطة معينة، كلمة ملكة هتلاقيها قريبة من نفس النقطة دي. مش بس كده، الوورد تو فيكتور ملهاش حل لأنها بتقدر تعمل عمليات حسابية على المعنى. تخيل كده لو قلت للكمبيوتر خد كلمة ملك واطرح منها صفة إنه ذكر وزود عليها صفة الأنوثة، تفتكر النتيجة هتطلع إيه؟ النتيجة هتطلع كوين أو ملكة. ال AI هنا قدر يفهم العلاقة بين الملك والملكة عن طريق العلاقة ما بين الراجل والست، ده اللي بنسميه word embeddings. برضو في مثال تاني، لو قلت له خد كلمة مدريد واطرح منها اسبانيا وزود عليها مصر، تفتكر هيطلع ايه؟ بالظبط كده، النتيجة هتطلع القاهرة. هو فهم ان العلاقة هنا علاقة العاصمة بالدولة. السحر هنا ان احنا بنعامل المعاني كأنها معادلات رياضية. طيب هو عرف المعنى ده منين؟ هل مثلا قعدنا نحفظه مثلا واحدة واحدة، نديله كلمة كلمة كده ونقعد نحدد الارقام بتاعتها؟ هو بيتعلم عن طريق ان هو بيمسك جمل كتير وبيشوف كل كلمة بيجي قبليها ايه وبعديها ايه. لما يشوف كلمة برتقان مثلا بتيجي كتير في السياق ده زي الجملة اللي عندنا، وكلمة مانجا مثلا هتيجي برضو في نفس السياق. بيفهم اوتوماتيك ان المانجا والبرتقان هما حاجتين ليهم علاقة ببعض، ممكن يتعملوا عصير ويتشربوا. الواحد ريق ناشف في الحلقة دي والله. نيجي بقى للجزء العملي والمفضل بالنسبة لي، الكود. هنروح نستخدم مكتبة معينة من بايثون زي كده، والموضوع ابسط مما تتخيل. يا دوب هتحدد بس الجمل اللي هتدرب عليها الموديل، وبعد عملية التدريب تقدر تديله اي كلمة وساعتها هيديك لستة بالكلمات اللي شبهها في المعنى. الوورد تو فيكتور كانت بداية هي اللي فتحت للنيورال لانجوج بروسيسنج باب انها تبقى طرف بيحقق كل حاجة من اللي احنا بنشوفها دلوقتي، بداية من التشات بوتس لحد ترجمة جوجل. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.